السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في قناة شهيوات وسماق داري. اليوم قررت نتقاسم معكم جولة في صالوني المتواضع. هنايا كندخلوا هذه الدخله نتاع الباب، كيف كتشوفوا هنايا الباب. كي كندخلوا من الباب كنجبروا هذه الكوموده. هذه كوموده عندي شريتها في المارون. شريتها من هوفنا. ما بقيتش الاثمنه، ما بقيتش عاقله. كنظن شي 400 تاع الاورو كنظن بالضبط، ما بقيتش عاقله بالضبط. هادو هاد حامله الشموع اللي في الجوانب هادوك من اكسيون. كاينين في الفيديو ديال مشترياتي. هادو اللي هنايا هادو كنت شريتهم غوزمان. هاد حامله الشموع هادو كنت شريتهم غوزمان، هما والشميعات نتاعهم. والتبصيل هذا التبصيل حتى هو من اكسيون. الثمن تاعو مبقيتش عاقل عليه، يمكن شي 4 الاورو هو. وهذه هاد الفازه حتى هي من اكسيون. هنا دايره فوق منهم التلفاز ديالي. وهنا هذا نفس اللون نتاع هاد الخزنه هذه نتاع الكتب، نفس اللون هي وهذه. وشريتهم مهوفنا بجوجهم نفس اللون هي والكوموده. هذه فيها الكتوبه والمجوره بويض بحال هذه، بحال الكوموده، بحال الثمن والله ما بقيت عاقله البنات. هنايا عندي واحد الراديو اونتيك. عجبني بزاف، ما قدرتش نتخلى عليه. هنايا دايره واحد اللوايه، لوايه عاديه وصافي. هنايا قبلت الكوموده والتلفازه عندي هنايا السرجم كيف كتشوفوا. ريدو مغربي جبته من المغرب. هذا الاحمر الفوقاني كنت فصلته في المغرب. وهذا الريدو هذا التحتاني هذا الابيض، شريته من هنايا من المانيا. شريته واجد هكذاك، كيتباع هنايا واجدين على حساب العبار نتاع السرجم ديالي. شريته كيجي بحال على شكل قوس. وهذا القرونه هذا شريته من المغرب. هاد الكردات هادو نتاع الريدو شريتهم هنايا، شريتهم مغوله، كيتباعوا اشكال والوان كيتباعوا. هذا نتاع الريدو جاي في سيلفا، و يعني نحاسي واسود، نحاسي اسود. انتما كتشوفوا اللون ديالو كيف داير. عجبني هذا الشكل هذا، كيعجبني اونتيك. كيدير 80 الاورو بحال الريدو ديال اللي كنت تقاسمت معكم تاع بيت النعاس، حتى هو نفس الثمن. هنايا في هذا الجنب هذا دايره هذيك الساعه حتى هي اونتيك. كيعجبني هذا الستيل القديم، كيعجبني. هنايا لي كوان هانتوما كتشوفوا هادو شريتهم، كنت شريتهم هاد لي فاس هادو كنت شريتهم تيدي، كيديروا 4 الاورو. وهاد الويفيرا كنت شريتها من ايكيا، مبقيتش عاقله على بشحال الثمن. هذا صندوق البنات دايره لهم كيف كتشوفوا. دايره انا كيعجبني الصالون بلدي، كيعجبني ندير له النقش البلدي. درت لهم نقش البلدي كيجي زوين وما كيديموداش، كيبقى دائما كيبقى مزيان. هنايا عندي البنات في المانيا دائما كتجبروا الشوفاج من تحت السرجم. ملي كتجيو تفرجوا بالسداري وداك الشيء كيجيكم كيجي ما كيخليش السداري. يعني انا هنايا راني ناقصه السداري، راني مقطعاه. شوفوا هنايا هذا السداري، هنايا البونجي شفتو قطعاه على جوج، ديت العبار الخياط وخيط ليه على حسب داك البونجه صغيره. البونجه قسمتها والخشبه حتى هي الخشبه حيت لهداك الجهه نتاع الشوفاج راه مقطعه. وهنايا هانتوما شفتوا الحيفه صغيره والسداري هانتوما كتشوفوا. شفتوا السداري صغيور راني قاسمه على جوج.
باش تجيني تفريشه على حسب الشوفاج، باش تجي راكم عارفين، باش تجي البنات اللي هنايا راهم عارفين، باش كتجيني، باش جاني تفريشه، باش جاتني من هي هذيك. قسمت البونجا قسمتها على جوج، والحوفه كذلك درتهم على حسب البونجات صغيورين. والجهه نتاع الشوفاج مع الحيط راني مقطعه السداري نتاع الخشب، راه مقطع باش كتجي. وهنايا السداري كيف كتشوفوا حتى هو حتى هو درت داك النقش البلدي راكم عارفين. القنت الاخر حطيت فيه هاد حامله الشموع، شريتها من غوزمان. هادي واحد كان جابها لي ولدي كادو، واحد الوريضه حتى هي تاع الشموع كان جابها لي ولدي كادو. وهنايا هذه الصينيه كنت شريتها حتى هي من اكسيون، كنت تقاسمت معكم الثمن ديالها، بقيت عاقله دابا. مهم على الجناب عندي جوج صنادق هكذا كيف كتشوفوا. هنايا في هذا الحيط البنات الا لاحظتوا، هنايا هذا الحيط هذا عنده هذا الكاغيط ديالو درتو في البيج وفيه بحال المواج هكا. درت غير هاد الجهه، الحيوط الاخرين عاديين، الحيوط الاخرين في الابيض. والاخر ديالهم هانتوما هنقرب لكم باش تشوفوا. كيجي حرش هكا، حرش شويه. هنايا كاينه كيديروها هنايا في الالمان، كيديروا واحد الحيط هكا خارج عندهم موضه، كيديروا حيط مبدل على الحيوط الاخرين. انا درت هذا اللون، عجبني عجبتني هذا الكاغيط هذا، عجبني الشكل ديالو درتو. المهم هنايا الحوفه درتهم في القرونه. الاثمنه البنات راني ما بقيت عاقله حتى على شي حاجه، سمحوا لي انه قديم ماشي يعني جديد ولا قديم. الحوفه اللي درتهم كانوا عندي في البيج، ودرت هادو في القرونه. القرونه عجبني احسن من البيج، حيت درت الريدو ودرت معاه حتى الحوفه جداد. الحوفه كيقولوا لهم داك التوب كيقولوا له مبره ديال الزبده، والثمن والله عليه ما بقيت عاقله. جاي هو والريدو نفس اللون، وهاد القنات هادو حتى هما نفس اللون. كيتواتى مع هاد اللون القرونه، كيتواتى مع احسن داك الحوفه البيج. عندي الحوفه اخرين بيج، ولكن هادو كيجيو كيتواتى، كيجي اللون معاهم حسن. هنايا كيف ما كتعرفوا الطبله المغربيه ما كتخطاش الصينيه نتاع اتاي. والطبله عندي حتى هنايا نوريكم تشوفوا. هنايا عندي هاد النقش بحال الاخرين، بحال دايره من فوق ما دايرهش النقش، ولكن من تحت هنا مع الجوانب دايره النقش بحال السداري وبحال نفس الشكل. ومن تحت هانتوما كتشوفوا، عملت لكم هكا باش تشوفوا من تحت هذا الشكل ديالها كيجي. ومن فوق ما فيهاش وزربيه عاديه قديمه حتى هي البنات، ماشي جديده. هذا هو الشكل ديالو من بعيد كيف كتشوفوا، الشكل ديالو من بعيد. انا يعني كنطلعوا على قبلت داري. انايا هكذا قبلت السرجم. الكوموده ملي كتبان لكم من بعيد هكذا. هذا اللون هذا نتاع هاد الكوموده وهاد الخزانه نتاع الكتب اختارته في المارون باش يجيني مع اللون تاع السداري. يعني قلبت عليه بواحد الصعوبه باش جبرت هاد اللون، شحال وانا نقلب عليه
باش جبرت اللون بحال السداري ديالي، يعني قريب ليه ماشي 100%، ولكن تقدري تكومبينيه معاهم. والبيض كيجي البيض خلاص كتكومبينيه مع اي حاجه. طليمطات ما بقيتش عاقله على الاثمنه نتاعهم، والله ما بقيت عاقله. هنايا مع الجناب البنات هكا كتشوفوا الجنب نتاع السداري، راه هنايا فيه واحد منقيشه زويونه في الوسط، هنايا مخبعه بهاد الخزينه كتبانش، والشكل ديالهم مع الجناب هكذا عجبني. كيعجبني انا هاد ستيل هكا القديم كيعجبني. الريدو كنت خديته من المغرب، هذا الاحمر القرونه كنت خديته من المغرب حتى هو تمام، ما بقيت عاقله. درت له داك السفيفه البنات، نوري لكم السفيفه ديالو كيف السفيفه فيها العقيق هكا مع جنب كتجي زويونه. ها انتما فيها جايه بالصفر على حسب الطلامط، كنت درتها بالصفر اللون ديالها فيها الصفر والحجر وهكا حجيرات بالكرونه هكا. هنايا ربما تبان لكم احسن حيت الشعن تاع السرجم اللي دار في السرجم. هنايا دايره جوج صنادق مع الجناب. صافي انا كيعجبني الصالون. كان عندي في الاول فوتوي، ولكن ملي كتبقاي وترجعي الاصل ديالك هو الاصل. كيعجبني انا الصالون المغربي، كيعجبني بزاف. رجعت درت صالون مغربي. بهكذا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بجيم، ديروا ابوني للقناه، الا عجبتكم طبيعه الحال وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء، وضغطوا على الجرس باش توصلوا بالجديد. ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده او روتين او اي حاجه. في امان الله.